السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بواحد القصه اللي غتجيكم شويه غريبه، ولكن هي قصه واقعيه من الواقع المعاش. قصه اللي اي وحده تقدر توقع عليها هاد القصه. قصه غتخليكم الانسان ما عمره ما يثيق في اي واحد. الانسان يكون معاك نفسك وما تقدري بعض المرات ما تثقيش فيها، تقدر التفكير ديالك يغدرك. المهم ما علينا، نعاود لكم قصه ديال واحد السيده اللي حكاتها ليا مسكينة بواحد الحرقة. حكاتها ليا بواحد الحرقة أنها عانات بزاف، وقلت نحكيها لكم ونعاودها لكم. وغادي نبداو على بركة الله في القصة. القصة كتقول أنا واحد السيدة في العمر ديالها 45 سنة، ومزوجة براجل كبر منها. أنا هي كانت ملي تزوجات بيه كان كبر منها ب20 سنة. هو راجل كبير، راجل كما كنقولوا شارب عقلو. الوقت اللي تزوجات بيه كانت هي باقا صغيره، وهو كان كبر منها، يعني هو كان بعقلو عليها. المهم كتقول لك انا راجلي كان من ونعم الرجال. راجلي كنت تزوجت بيه زواج تقليدي، ولكن يعني تفاهمنا انا وياه ملي تزوجنا، ولو انه زعما كان كبر مني في السن، ولو انه هو ملتزم، ملتحي، كيقوم بالواجبات الدينية على أتم وجه. هو واحد الراجل قالت لك اللي أي واحد كيشوفو كيحشم في بلاصتو. واحد الراجل متقي الله، كيخاف الله. العائلة ديالي كيحشموا منه، ما يمكنش كيدخلوا، ما يقدروش يهزوا حتى عينيهم فيه. فارض داك الاحترام على راسو، الناس كاملين. قالت لك في الشارع اللي حنا ساكنين فيه كلشي كيحترمو، كلشي كيقدرو. ما علينا حتى لهنا كلشي بخير. قالت لك راجلي كان ميسور الحال، زعما كي ماشي ما عندوش، ولكن ماشي عنده كاع لاباس عليه، وماشي ما عندوش. كانت عنده دار فيها دوزيام ايطاج، وكانت عندنا قالت لك السفلي لتحت مغازات دايرهم معمل، كيخيط داكشي ديال الجلد، خيط الشكاير، كيخيط البيشان، المهم اي حاجه خاصه بالجلد، جاكيطات ديال الجلد كلشي كيخيطو، داير معمل قالت لك كبير فيه الماكن فيه كلشي، وكيخدم فيه. ومدخل معاه الناس خدامين معاه، رجاله خدامين معاه، عيالات كيدخلوا معاه، بنات كيخدموا. المهم قالت لك عايشين بخير، ولدت معاه جوج ديال البنيات. و المهم بنيات قالت لك بداو كيكبروا داكشي، ورا كيقول لي هو شوفي انايا زعما كنقانع بانه زعما ربي ما عطاناش الولد، ماشي ضروري. انا كنت كنقول بما انه زعما هو راه عارف بينه وبين الله، وعارف بان البنات راهم شي حاجه زوينه، وبانهم هذا يعني مادام هو ما باغينيش نزيد نولد دابا. كيقول لي انا راني كبرت وما بغيتش انا يشوف ولادي زعما كاين يكونوا باقيين صغيورين وانايا كبير عليهم، واحد الفرق ديال السن بزاف، يعني ما نعيش معاهم بزاف، يعني هذه. قلت صافي ولد دوك جوج بنيات وحبست. ما علينا، كان بخير. انا ساكنه في الدوزيام ايطاج، في اللي مني للسطح، والبارطمه التحتانيه كان كيكريها للناس. كان قالت لك كارهه لواحد العائله. المهم دوك العائله دوزو فيها حتى واحد المده، خرجوا صافي، واحد الوقيته بقات مسدوده. هو كما قلت لكم خدام قالت لك الفجر كيفيق لنا، الجامع، سيصوم، صدقه، زكاه، كلشي كيديروا على اتم وجه. انا قالت لك راجلي كنت كنشهد به وكنمصب عليه بالعشره بانه من خيرة الناس، انه ونعم الرجال. يعني ملي كنجلس مع الناس وكنبدا نهضر عليه، كنقول لهم انا الحمد لله ربي عطاني واحد الزوج اللي متقي فيا الله ومهلي فيا. وقالت لك وداكشي اللي كان، يعني ما كنتش كنكذب، كنقول داكشي اللي كاين. راجلي كان مهلي فيا، كيكسيني، ما كي زعما كان كيديني لدارنا مره عائلتي الا كانت شي حاجه ما كيحرمنيش انني نمشي عندهم، مهلي فيا بكل ما في الكلمه من معنى. و قالت لك صافي دازت الوقت، واحد النهار غادي يجي غادي يقول لي راه واحد السيده خدامه معايا، راه خدمات معانا لتحت، يلا خدمات معايا دابا هذه السيمانه. و وراه مسكينه ميت ليها الراجل، ارمله، وعندها
بنيه وليد، غادي بغاتني نكري ليها هاد البارطمه التحتانيه. اش بان ليك؟ واش نكريها ليها ولا لا؟ قلت ليه عادي، كريها ليها البارطمه دابا غير مسدوده، ما كاريها حتى واحد. مزيانه ليها حتى هي تبقى يعني قريبه لها الخدمه وهذا، ومزيان منها تتعاون مع واحد السيده مسكينه اللي ارمله وعندها الوليدات، ما فيها باس كريها ليها. يعني انا الثقه التامه في الراجل ديالي، الثقه فيه الثقه التامه. قلت ليه صافي كريها لها. قال لي ما عرفتش دابا هي ما عندهاش الراجل، وانايا خفت زعما كي لما تكون ماشي تلهيه، وخفت لان ما بغيتش السمعه ديال داري تكون خايبه. قلت ليه شتي شدير، خليني نشوفها، نهبط عندها المعمل ولا طلع عندي ولا شي حاجه ونشوفها ونقول لك واش تكري ليها ولا ما تكريش لها. قال لي صافي انا غادي نطلع عندك، نقولها طلعي عند المدام وغادي تفاهمي معاها تما كي نتيا يعني تفاهمي معاها الكرا. انا ما غاديش نقدر نهضر معاها، هي مرا، اللهم انت هضري معاها، انت تفاهمي معاها على كل شيء، وقولي لها الثمن وقولي لها كل شيء وصافي وديري معاها. قلت لي صافي هو هذاك الشيء اللي كاين. قالت طلعت عندي السيده، دار مع الوقيته اللي طلعت عندي. قالت لك المراه حاضره راسها، ومراه ماشي صغيره. قالت لك مراه غتكون فايتاني ابرا في العمر، تكون عندها ديك 50 سنه. المهم قالت لك مراه بعقلها، ماشي شي وحده اللي نقولوا باقا صغيره ولا طايشه. قالت لك هي بفولارها مستوره، لابسه داكشي مستور. قالت لي انا راني مات ليا الراجل شحال هادي وخدامه على وليداتي و وما كنبغيش ندخل عليهم الحرام، وانا هادي وهادي وهادي. المهم قالت لك بقات كتهضر معايا، قالت لك في الوجه ديالها باينه عليها ديك المراه اللي زعما كان معقوله، ماشي شي مراه ديال هكا وهكا. قلت لها وصافي حتى هنا راه تسكني، راه الدار عندنا راه حنا مأمنه، وراه راجلي راه خدام لتحت في المعمل، يعني ما عندك مناش تخافي، وحنا عائله هنايا، غنكونوا بحال العائله، ولا احتاجيتي شي حاجه مرحبا بك وديريني بحال اختك وهذه. المهم قالت لي صافي، قالت لي حتى انا راه بغيت نسكن هنا، عجباتني الدار وداكشي. ايوا هي هذيك صافي تفاهمت معها على الثمن، ما قالتش لي لا نقصوا ليا لا والو. صافي تفاهمت معها الثمن، قالت لي صافي واخا. هي هذيك صافي مشات، طلع راجلي قال لي مضرا اشنو. قلت ليه ايكري ليها، باين عليها مسكينه مرا معقوله وباينه كضرب تماره على وليداتها، ايكري ليها خليها تسكن هنايا مستوره، زعما كاين اجرك لله حتى غادي تقاد معاها وتخليها مسكينه تسكن هنا وداكشي. يعني حتى انا زدت حمستوني، انني بان لي داكشي زعما كان عادي، راه المراه بعقلها معقوله وكل شيء. هي هذيك صافي ما علينا، بقينا هكذاك. سكنات المراه نهار الاول شهر الثاني، اشنو كيكون برا كيقول لي راجلي، كيقول لي ما تبقايش طالعه خيطيبيطي عندها، خلي التقار، ما تمشيش عندها الا كانت شي حاجه، لا سمعتيها مريضه ولا لا سمعتي عندها شي حاجه ولا داكشي، عاده فاش سيري عندها من الاحسن ما تكونش بيناتكم واحد العلاقه. زعما قال ليها راكي عارفه الجيران وعارفه بنادم كيفاش داير، من الاحسن قال لا انا انت عارفه اني ما كنبغيكش تكون عندك علاقات مع الناس وهكا، احسن واحد يشد تقارب. قالت لك انا جاتني عادي، لان راجلي اصلا ديما كيقول لي انت ما تهضرش مع الناس ديال الشارع، السلام يبقى الاحترام وصافي. ما كيبغيش هو داك الاختلاط ما بين ديك خطيبيطي عندي عندك وداك الجيران اللي يتجمعوا عندك وداك الشيء. وانا قلت لك محترمه الراي ديالو. هي هذيك كيف ما قلت لكم كلشي هو هذاك. دازت الايام، سكنات معنا واحد العام، وكلشي هو هذاك، كلشي مزيان كيف ما كنقول لكم. واحد شويه راجلي ورا ملي كيمشي كان كيمشي كيصلي الفجر. واحد النهار غادي توقع واحد الكارثه عندنا في الدار اللي ساكنين فيها. كان مشى يصلي في الصباح،
غيمشي يصلي في الصباح. واحد السيركوي غادي يوقع عنده في المعمل لتحت، ف فواحد الماكينة غادي يطرطق واحد السلك، وغادي يوقع واحد الالتماس كهربائي، غادي تطرطق هاديك الماكينة وغادي تشعل العافية. هي هاذيك أنا سمعت ديك التفرقيعة مع الصباح. أنايا مع كنت مع كيمشي هو يصلي الفجر في الجامع، أنا كنوض كنوجد ليه الفطور باش ملي يجي يلقى الفطور ديالو واجد. هي هاذيك سمعت أنا ديك الترطيقة ديال الماكينة. غادا نهبط كنجري، سبقتني بنتي كانت فايقة حتى هي، حتى حنايا متعودين اون فوا كينوض كيصلي راجلي الفجر كنوضو حتى حنا كنصليو معاه الفجر وكنفطروا مجموعين. عندنا هذا هو العاده ديالنا، كيفيقنا قبل ما كيمشي للفجر، كيفيقنا كنصليو حنا في الدار. وبنتي ماشي زعما كان صغيره، بنتي عندها 13 سنه، يعني باقيلها عارفه شنو كتشوف وعارفه شنو كدير. هي هذيك قالت لك هبطات بنتي كتجري قبل مني، قلت ليها راه شي حاجه كطرطق ولا شي حاجه هذه تفرقعات. هبطات بنتي كتجري، ملي هبطت كتجري شافت اب ديالها اللي هو راجلي خارج من البارطمان البروميان اللي فيها المراه. ملي شافتو هبط كيجري، شافه هو قال ليها جري جري. المهم مع ديك الضحكه وداك الخلعه وديك سميتو فيه، هو مبات ليه غا الدريه ما تسوقش زعما كان ديك ما تسوقش. هبط كيجري، شاف داكشي، قطع هبط المكانه ديال الضو، حل الريدوات الكراجات من التحت، حلهم باش زعما كيمبقاش باش ما تشدش العافيه كامله، زعما كاين في الماكن كاملين. بدا كيعيط للبومبيه. المهم راكم عارفين الناس تجمعوا وبداو الناس كيكبوا الماء وداك الشيء. المهم الحمد لله داز داك الشيء على خير، ما طلعتش العافيه لينا الفوق وبخير وعلى خير. هي هذيك صافي دازت داك النهار صافي. دازت اليوم الثاني الثالث. وهي تجي عندي واحد بنتي وتا فات هادشي، فات بسيمانه ولا شنو، جات عندي قالت لي ماما عرفتي النهار اللي طرطقات الماكينه عند با في الكراج. هي كتقول ابي، حيت هو كيقول لهم قولوا ابي وامي. عند ابي في الكراج، راه ملي كنت هابطه لقيتو هبط من الدار التحتانيه. قلت لها اش كتقولي؟ كيفاش هبط من الدار التحتانيه؟ كيفاش هبط من الدار ديال قالت لي ماما راه انا ملي كنت هابطه تساطحت انا وياه، هو خارج من البرطمه ديال خالتي فلانه، المهم بلا ما نقول سميه ديالها، من خالتي هذا، وخرج من تما ودخل في راسي دخل فيا الشك زعما، ولكن داك الشك اللي مستبعده اي حاجه تقدر تكون ماشي هي هذيك، انا مستبعداها لاقصى حد. هي هذيك قلت لها راه باقي مع الخلعه وداكشي ما رديتيش البال. راه قالت لي لا ماما راه والله حتى شفتو هابط من تما. كاين انا زعما كاين بكل صراحه وبكل ثقه في النفس وبكل ثقه فيه مشيت قلتها لي. قلت لها اش نقول لك، هذاك النهار ملي تفرقعت هذه قالت لي يا بنتك راه انت كنتي هابط قالت لك هو يصفر وجهه وصفار وحمار وخضر شويه دغيا، ويقول لي لا راه كنت طالع، كنت جاي انا ديك الساعه في الدروج. ملي سمعت هذاك الانفجار تسحبني عند الجاره، دقيت عليها حلات الباب وقلت ليها شنو عندك، وقالت لي لا ما عندي انا والو، ورجعت هبطت. صافي تيقتو عادي، يعني هذه اي واحد تقدر توقع ليه مادام انت طالع سمعتي الطرطيق دقيتي على الجاره. جاتني انا عادي، حيت لا يمكن انني نتخيل زعما كاينه تكون شي حاجه. ما علينا، صافي جاتني عادي. قلت ماشي مشكله بصح هادشي اللي كاين. قلتها لبنتي، قلت لها راه مشيتش راه هذا وهذا وهذا صافي. قالت لي بصح ايوا صافي. هي هذيك دازت الوقت. وسبعة المرات كان نكون كنطلب من الشرجم. عندنا الشرجم فيه الحديد وهو كيحط الطوموبيل ديالو انفاس مع الباب ديالنا، ديال الباب ديال ديال الدار مقابل معاه تحت البلاصه فيها الظل، كيحط فيها تما كندير الطوموبيل ديالو. كيكون هابط
شحال من مره كنبغي كي يكون غادي مسخر ولا غادي يصلي ولا بعض المرات كيكون غادي خارج كاع لشي بلاصه كيقول لي انا غادي معانا وهنا، كنطل من الشارجون باش نشوفو موالفه كنطل زعما كان عادي كنطل كيبان لي غادي، ورات كنطل كيبقى معطل ما كيوصلش للطوموبيل دغيا. كنقول واش هذا ما كيهبط كيبقى في المعمل ولا اش كيبقى يدير في المعمل، وانا عارفه هو فيه واحد القاعده بانه ملي كيسد المعمل كيسد وقت الخدمه ما كيبقاش يرجع نهائيا الا اذا كان نسى تليفونه ولا كانت عنده شي خدمه زايده غادي يدخل نيت. اما هو الوقت هو الوقت كيسالي مع السبعة كيسد المحل ما كيبقاش يعاود يطوف به حتى الغد ليه. هي هذيك كيبقى يتعطل لا حتى المره الاولى قلتها ليه، حيت انا كما قلت لكم يعني ديك النيه يعني ديك الثقه الزايده ما اي حاجه كنقولها. قلت له اش انت كتهبط ملي كتهبط قبيله هبطتي وتعطلتي اش بقيتي واش دخلتي المحل ولا شنو بقيت هو يقول لي لا راه دخلت كنبقى نقاد كيخليو لي الدراري الشروينه كنبغي نحيد عليه ملي كنكون هابط كنتفكرها كنقول هبط هبط اجي نقاد معايا هادي عاد فاش نخرج. هي هذيك ما علينا عادي كلشي كان ديك الساعه كيجيني عادي. هي هذيك واحد النهار آه غادي تجي عندي واحد السيده اللي هي ساكنه من مورايا ماشي ساكنه حتى قدامي، من مورايا. هاد السيده كانت واحد الخياطه كتخيط لنا داك اللباس ديالنا اللباس الشرعي بحكم انني انا كنلبس لباس شرعي كتخيط لنا داك اللباس الشرعي. هاد السيده كتجي عندها وكنت ملي كنمشي انا باش تخيط لي شي حاجه كنلقاها عندها وكتقول لي انا راني ساكنه من وراكم وراه ولدي كان خدام عند راجلك وهادي وبقينا هضره جابت هضره وصافي. هي هذيك غادي تجي عندي وغادي تدق عليا غتطل بنتي تقول لها واش كاينه امك كتقول لها بنتي قالت لي يا ماما راه جات واحد السيده وراه سولات عليك. قلت لها قول لها مرحبا انا غادي نهبط عندها. هبطت عندها اول بعدا حاجه قالتها لي قالت لي واش كاين راجلك. قلت لها راجلي راه في الخدمه راه داخل المعمل دابا راكي عارفه في الخدمه وداكشي. قالت لي واش ما غاديش يخرج دابا انا بغيت نهضر معاك ولكن ما خصوش يشوفني ولا خصوش يسمعني داكشي اللي نقول لك. قلت لها اشنو ياك لاباس ياك كله باس زعما ما كاين حتى حاجه. قالت لي لا. قلت لها واش شي ديري شي يجيك مليح انا راجلي ملي كيكون في الخدمه راه ما كيخرج ولكن راه يقدر يخرج حدا الباب ولا يقدر يبغي يحل الباب ولا يسد المهم يقدر يخرج حدا الباب. اجي طلعي عندي للدار ونهضروا. قالت لي صافي واخا. انا قلت لها راه راجلي دابا وقت الخدمه راه ما كيحكش راسو ما غاديش يطلع زعما للدار. دخلت عندي طلعتها للدار هضرنا قالت لي شوفي انايا قالت لي شفت شي حوايج وقلت نقولهم ليك في سبيل الله وما ديريهاش فيني قلت الصواب. وانا زعما قالت لها كنعرفك ملي كتجي عند خياطه الله يعمر لك الدار وفمك ما كتخرجيش العيب من فمك وزعما تا راجلك راه كان خدام معاه ولدي وكان كيشكروك كيقول الله يعمرها دار. وبغيت نقول لك واحد الهضره. قلت لها مالك ياك لاباس قولي لي. قلت لها عليك الامانه قولي لي ما احنا دابا غير وحدنا ما تخافي من حتى حاجه. قالت لك وهي تقول لي انا راني كيف ما كتعرفي ساكنه وراكم. قلت لها اييه. قالت لي واش راجمكم اللورانيين راه كيطلعوا على الشراجم ديالنا يعني حيت انا مثلا انا بيت النعاس ديالي كيطلع على الشرجم ديالها على من اللور يعني من اللور ماشي من الشارع من الجهه الاخرى. يعني في اللور كيكونوا دوك الشراجم عرفتو قراب بيناتهم كولوار ولكن كيكونوا قراب كيكونوا كيبينوا. قالت لي راني انا كنشوف راجلك عند السيده اللي ساكنه عندكم لتحت. قلت له كيفاش كتشوفي راجلي انا راجلي كاع ما كيدخل عندها ما عمره ما دخل عندها اصلا هي مجوجش ما عندهاش الراجل راجلها ميت يعني مستحيل راجل يدخل. كنت غلط ليك ولا شي حاجه. قالت لها شوفي ما شفتو ما هي مره ما هي جوج ما هي ثلاثه. قالت لي انا راه تقريبا شي 4 شهور ولا 5 شهور وانا باغا نجي عندك ومتردده
وكنقول مع راساتي واش نجي، خفت نشتت الشمل ديالك، خفت نسبب لك في مشاكل، خفت، ولكن قلت نقولها لك غير باش تفيقي تي وتعرفي راسك مع من. تصرفقت، قالت لك تصرفقت، قالت لك بحال بقيت مصدومه وكنشوف كنقول كيفاش، ياك ما كنقول لها دخل كيصايب لها شي حاجه، ياك ما بعض المرات كيطلع عليها تكون هازه شي حاجه ثقيله ويطلع عليها، ياك ما شي حاجه كتقول لها لا. كنشوفو وراه كي تيدخل لبيت النعاس كيمشي كيدير الريدو ديال بيت النعاس، كنشوفو ما لعبش اللبس ديالو مستور، كيكون لابس لبس ماطي، و راه ماشي مره ماشي جوج. قالت ليها وانا باش ما يشوفنيش ويشك باني هذا، قالت ليها ديما كنتخبى كنحاول نطرق ملي كيجيو اغلبيه، قالت ليها الوقت كيجي في الصباح وفي العشيه كيكون عندها ديما. قالت لك وهي قالت لي وهي ما يمكنش غادي يدخل عندها راجل غريب وغتكون ما بيناتهم حتى حاجه وتكون محيده الزيف ديالها ولابسه لبس عادي ديال الدار. تصرفقت، قالت ليها شتي في راسك، قالت لي شتي في راسك وتبتي وفكري وعرفي اش ديري بالعقل وبالتبات، ولا احتاجيتي اي حاجه من عندي ولا احتاجيتيني في شي حاجه مرحبا بك، داري كتعرفيها جي دقي عليا. المهم قالت ليها ما تسرعيش في رده الفعل، حاولي تفكري وتخمي وتشاوري مع شي حد اللي كتعرفيه مزيان باش ما ديريش شي حاجه اللي غتصدق مشتا لك الشمل ولا تصدق مخرجاك انت من الدار وشاده لك هي كلشي. قالت ليها فكري. هي هذيك صافي السيده مشات خلاتني بحال مصدومه وبحال كدع عليا سطل ديال الماء. ما يمكنش، الا راجلي واش انا راجلي كيحشم، وانا العائله كلهم ما عمرو ما هز عينو في اختي ولا شاف فيها ولا حكر فيها، وما عمرو ما هز عينو في بنات عائلتي ولا هز عينو في، وما كلشي كيحشم منه، هو كيحشم من الناس كاملين، يعني هو حدودي وما كي ما كي ما كي زعما ما كيعمرش مع العيالات نهائيا. كان شي رجال راه كيجلس معاهم كيهضر معاهم كيتذاكر معاهم، ولكن ملي كيشوف العيالات هو ما عمره ما جلس معنا ولا جمع معنا مع عائلتي. العيالات كلشي كيدخل للدار كيدخل لبيتو صافي، ما كيهضر مع حد ما كيجمع مع حد. هي هذيك صافي بقيت كنفكر، قلتلك جلست مشيت صليت واحد 2 ركعات، طلبت سيدي ربي يدير ليا حل هادشي، وكنقول كيفاش نواجهو وكيفاش غادي نهضر معاه وكيفاش غادي نواجهو. يعني ما عنديش شي طريقه غنواجهو بعنف، ما يمكنش انا غادي نهضر معاه ببروده في هذا الموضوع، ما عندي كيفاش غادي ندير، ما عرفتش واش هادشي كان حلام ولا حقيقي، ما فهمت والو. قلت مشيت صليت 2 ركعات وجلست كنستغفر وكنقول يا ربي يا ربي يا ربي دير لي حل هادشي، يا ربي خصني نتاكد انا بعينيا. قالت لك انا واخا قالت لي داكشي كنقول ما يمكنش، يقدر يكون كيجي عندها شي واحد اخر كيشبه راجلي، يقدر، الا راجلي انا ما يمكنش. قلت خصني نتاكد بعدا، اول حاجه خصني نتاكد، خصني نحضيه، خصني نشوف شنو كاين. هي هذيك قالت لك صافي جا طلع عندي، طلع من الخدمه سالا الخدمه، طلع لقاني اول مره يلقاني ما دايراش لي كاسكروط وما حاطاش كاسكروط. طلع قالت لك كيقول لي مالك هياك لاباسك ما عيانه، كيف ما العاده هو ديما كيعاملني واحد المعامله كيف ما قلت لكم، ياك ما عيانه ياك ما مريضه ياك ما نجيبك شي حاجه. قلت لي راني غير مريضه شويه، ضرني، حسيت براسي ماشي هي هذيك وراسي ضارني وكنحس بعدا ملي كلشي مدقدقين عليا بغيت غير نعس، ما قدرتش نطيب. قال لا صافي ماشي مشكل، انا نوجد للدراري كاسكروط ماشي مشكل. قالت لك مشى للباتيسري جاب داكشي الخاص هو اللي عمر اتي للدراري. جلست قالت لك هو يقول لي انا غادي نهبط نمشي عند صحابي نجلس معاهم شويه. قلت ديك الساعه ما قدرتش حتى نوض باش نمشي نتبعو نشوفو فين مشى. قالت لك مشيت طليت من شرجم باش نشوفو واش غادي تعطل عاوتاني ونشوف. قالت لك ملي مشيت لا، قالت لك مشى ديريكت نيشان تهبط للطوموبيل. ملي مشى هبط نيشان للطوموبيل قالت لك صافي انا مشيت رجعت نعس وبقيت كنفكر اش غادي ندير اش غادي ندير اش غادي ندير، باش نعيط لشي حد في خواتاتي ولا في بنات خالتي ولا في خالاتي ونقول لهم شنو كاين شنو كاين.
قلت لك ما نقدرش. راه هما راه قالك الشيطان كيحشم منه هما، يعني شي حاجه الا قلتها لهم يضحكوا عليا، يقولوا لي انت راكي مريضه فيك الوسواس، يردوني انا اللي حمقى وانا اللي مسطيه وانا اللي فيه الشك. يقولوا لي هذاك الراجل مستحيل يدير هذا الشيء نهائيا. ايوا قلت لك بقيت متكيه وكنفكر كيفاش ندير تا غادي نحصلو، كيفاش غندير تا نحصلو، كيفاش ندير تا نحصلو. هي هذيك مشيت قالت لك صافي نحست شويه جا. قالت لك لا مشيت صيفطت بنتي، قلت لها سيري عند الشاره التحتانيه جيبي لي من عندها، نقول لها قالت لك ماما واش عندك شي فاينده ديال الراس، قالت لك غير بلعاني باش نشوف اشنو كاين، لانني بغيت نوري عندي معاها اتصال، ما عمرني ما طلبت من عندها شي حاجه، وما عمرني ما الا تلاقينا في دروش كنقولوا السلام سلام فقط. حتى هي شاده تيقاره وانا شاده تيقاري. قالت لك صيفطت بنتي، ملي هبطات بنتي ما لقاتهاش، قالت لي ماما راه بقيت كندق ندق ندق وواقيلا ما كاين حتى واحد. قلت لها صافي طلعي. قالت لك طلعات شويه الوقت اللي جا راجلي يلاه جا هو طلع آه طلع خلى الباب ديال الباب محلول، ماشي لتحتاني ديال الفوق. قلت لك كنسمعوا الاخرى حتى هي كتحل بالساج، يعني طلع هو من مورا بواحد 5 دقائق طلعت حتى هي. يعني اذا قال لي دماغي اذا هادو كانوا خارجين بجوج، كان معاه في شي بلاصه ولا كان المهم خارجين بجوج. هي هذيك سكت. قالت لك هذاك النهار جاتني السكته اصلا، ما قادش نهضر وما قادش، خاصني غير كنفكر وكنخمم. بقيت ساكته ما هضرت، ما قلت ليه والو، ما قلت ليه حتى حاجه. صافي مجاز الغد الصباح عاوتاني فاق الفجر فيقني. قلت ليه شوف انا مازال عيانه خليني ناعسه. قلت لك فاق الفجر مشى عاوتاني الفجر نط. قلت لك غير ناض هو مشى للفجر نط انا اش درت، بقيت جالسه في الدروج طافيه الضو جالسه بحال الشمس طي. كيقولوا لي بناتي ماما ما كي جالسه تما، قلت لك نقول لهم غير خليوني عافاكم يسيروا دخلوا نتوما قضيو حاجتكم وفطروا وديروا داكشي اللي بغيتو، انا غير خليوني هنا عافاكم غنساوني. كيقولوا لي ويلا ماما انت ماش تسطيتي، قلت لهم لا راه كنحس براسي مسهوده وبغيت نبقى جالسه هنايا جاني بارد. هي هذيك صافي. قالت لك ملي كنسمع الباب ديال التحت كيتحل، يعني ملي طالع هو من الجامع راجع من الجامع كيجيب ليها جايب ليها الفطور، سمعتو عند الباب قال لها هاكي ها الفطور حتى شويه نكون هابط وندوز عليك. هي هذيك صافي ديك الساعه قلت لك واش كنترعد، رجعت كنطلعت كنجري نجري مشيت لبلاصتي كنترعد. قلت صافي يعني هضره ديال لا مرا راه بصح نيت راه ما كذباتش عليا. هي هذيك طلع فطر وانا قاني قلبي كيضرب. قال لي شوفي راه باين عليك حالتك مريضه وعرقانه. وهي تقول لي بنتي راه من قبيله وهي قالت لي انا بغيت نبقى واقفه غير في الدروج، بغيت نبقى يعني نتبرد. هي هذيك قال لي راكي مريضه شكون داك الطبيب هذا، قلت لي لا ما دينا الطبيب لا والو خليني ناعسه. صافي بديت كنبكي كيقول لي ما كتبكي، كنقول ليه لا والو كنحس براسي عيانه وكنحس براسي ماشي هي هذيك، غير خليني عافاك ناعسه ما بقدرش نوض انا، غير خليني سد عليا البيت وخليني. صافي بقيت كنبكي. مشى هو هبط لخدمتو، مشاو بناتي قالت لك المدرسه، بقيت في الدار بوحدي كنبكي شويه وانا نصرف راسي وانا نقول نوضي تقعدي ما عندك لاش تبكي دابا، شوفي بعدا اشنو كاين، واش كيدخل عندها في الحرام ولا اللي يكون مزوج بها وانا عارفه انا هو واخا ولد الحرام يعني ما غاديش يدير شي حاجه ديال الحرام على ما اظن، بما انني انا كنعرفو مزيان. قالت لك صافي جلست نتصرفت راسي وقلت صافي خصني نتحرك باي طريقه نشوف شنو هادشي، خاصني نواجهو. هي هذيك قالت لك صافي قنيت عليه بقيت مراقباه لاحظت بانه الوقيته ديال 4 5 كيطلع عندك كيدير كاسكروط. انا موالف كيقول لي من الوقيته ديال يعني من 2 حتى 7 ما خصوش يتحرك من الخدمه، لانه كتكون عنده الخدمه بزاف حتى كيطلع مع 7 هذا كيدير كاسكروط.
هي هذيك هو مقيته ديال 4 5 ديك الساعة كيطلع عندها كيدير عندها كاسكروط. أنا بقيت مراقباه أغلبية وقتي وليت كندوزو غير في الدروج جالسة، 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 كنبقى جالسة، جالسة تماكن جالسة. وإيوا صافي ملي شفتو دخل عندها دق عليها، ما دقش، هو عندو الساروت كيمشي كيحل، حل دخل عندها. ملي دخل عندها خليتو واحد شوية وأنا لبس عليا حوايجي وأنا نهبط وأنا ندق عليها. ملي دقيت عليها هي حتى ما كيجي عندها حتى واحد، بحال جاتها كتقول شكون شكون شكون. أنا في الأول ما بغيتش نقول ليها راني أنا فلانة، قلت لها حلي حلي حلي، وهي تقول لي شكون شكون نتيا، قلت لها اي حلي لي أنا راني غير جارتك. قالت لك ملي قلت لها ديك أنا جارتك وهي تغبر واحد 10 دقائق وهي غابرة. كنقول لها كنعاود ندق كنقول لها حلي حلي انا فلانة حلي، قالت لك ما بغاتش تحل ليا. المهم حتى مشات خبات ولا ما عرفتش دارت ولبسات حوايجها ولا شنو، عاد فاش جات حلات ليا قالت لي السلام سمحي لي راني ما كنتش لابسه وكنت كندوش وداكشي علاش يلاه كنت حاطه حوايجي في الدوش وداكشي مشيت رجعت لبست عليا وعاد فاش ديت عاد فاش جيت حليت لك حتى ما عرفتكش نتيا كون قلتي لي انا وما سمعتكش وبدات كتدخل وكتخرج في الهضره وباين على هذيك الخلعه وباين على هذيك الخوف. هي هذيك دخلت قلت ليها واه جيت قلت ليها نجلس معاك شويه راني مريضه عيانه وما قدرتش نبقى في الدار بوحدي، خفت لا توقع ليا شي حاجه وما كاين حتى واحد معايا بناتي في المدرسه وقلت ندخل عندك نجلس معاك شويه بعدا كاين غير نتوانس معاك ونحيد المرض. ايوا هي سمعت قالت لي راه لقيتيني حتى انا غادي ندوش وغادي نخرج نعيط عليا خالتي وغادي نمشي عندها باغا نمشي وبدات كتخرج كتدخل في الهضره، يعني زعما كاين بلا ما تطولي عندي نوضي سيري في حالاتك. هي هذيك جلست كيفاش غادي ربي شنو يقول لي جلسي وصوني في التليفون ديال راجلك. داكشي اللي درت، عرفتي جلست يلاه جالسه معايا هي كتهضر، شديت انا التليفون وصونيت في ديال الراجل، انا التليفون ديال راجلي دار فيه واحد الصونيط. عرفتي دوك هو اصلا ما عندوش ديك التليفونات ديال كما نقولوا ديال الكاميرا وهادشي جديد، لا دوك التليفونات العاديين اللي كانوا قدام ديال بكري فيه ديك الصونيط مجهاد ويصوني تليفون تر تر تر. شنو نقول لكم، السيده صفارت ما بقاتش قادة تهضر. كنقول لها وانا كنعيط قلت لها لراجلي مشيت طلع عندي يبقى معايا والتليفون كيصوني عندك هنا كتقول لي لا راه لتحت واقيلا راه كيتسمع هنا مجهد. قالت لي ويلي ما كاينش هنايا راه لتحت واقيلا راه كيتسمع ديما كنسمع هاد الصونيط هادي ما تصنت. قلت لها لا هاد الصونيط ما كاينش لتحت كنسمعو انا هنا ولتحت غادي تسمع شويه بعيد راه واخا المكازا بعيده على هنايا جابني المكازا. ايوا السيده تشوكات فهمت والو بقات كتقول لي لا 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 اجي نوضي اجي نهبطوا عنده اجي نهبطوا نمشيو اجي نهبطوا لتحت نشوفوا الصونيط منين جاي. ايوا هي ديك شويه ويتقطع التليفون قطع واش طفاه ولا ما عرفت شنو هو. المهم قلت لها انايا غادي نبقى جالسه معاك هنايا بقاي عافاك معايا قابليني حتى يجيو بناتي، وانا بغيت نعيط لراجلي عيط لي الراجل يجي عندي. وهي تقول لي واجي دخلي هذاك البيت لداخل اجي دخلي. قلت لها لا حيت حنا عندنا المرح وسط الدار يعني انفاس مع الباب، هو تتشوفي من يعني منه فيه البيوت كاملين كتشوفيهم منه كتشوفي كلشي في ديك البلاصه فين جلست انا. هي بغات تدخلني للبيت الاخر باش تخرجو هو ولا شوف شنو غادي دير. اجي دخلي هنا اجي دخلي هنايا بارد شويه اجي دخلي هنايا نجيب لكم مينطه ديريها عليك. قلت لها لا خليني غير هنا انا ارتاحيت هنا وانا حتى في داري الفوق حتى عندنا نفس الديور يعني بحال نفس الصاله. قلت لها داري الفوق هذه هي بلاصتي ديما كنجلس هنايا خليني غير هنا. السيد عاقت بيا بانني انا مركزه بانني شاكه في شي حاجه وهي بغات تحيد الشك باي طريقه ولكن ما قدراتش. شويه قلت لها عاد ديري هبطي الله يرضي عليك واخا هي كبر مني انا قلت لها الله يرضي عليك هبطي كلمي لي راجلي من المحل تحت من المكازا وقول له مرتك مريضه وكتموت وبغاتك دابا. وهي تقول لي
لا لا اختي هبطي نتيا، انا نهبط انا وياك وكزي عليا ونهبط، انا ما نقدرش نهبط لتحت عند الرجاله. قلت لها غير سيري الله يرحمك بوالدي، انا راني مريضه ما نقدرش نهبط الهبط، غادي نطيح في الدرج، هبط عندك بزاف، سيري شوفي وسي. وهي تهبط قالت لي واخا، انا غادي نهبط، واخا هانتي خلي الباب محلول. هبطات وبدات كتعيط من الدروج، سي ابراهيم سي ابراهيم سي ابراهيم فلان، كتعيط عليه زعما كان من الدروج. قلت لها هبطي هبطي لتحت شوفي، انا بغيتها غير تهبط باش نوض نحصلو، انا عارفاه مخبي. وهي ترجع كتهبط الدرجه وكترجع كتجري عندي، كتهبط الدرجه وهي لا ما سمعنيش، كتهبط الدرجه وكترجع. هي هذيك صافي شديت حتى انا كونت وسقلت. قلت لها صافي خليتي سالي على خاطرو، وقيله مع ما كان مسمعني ما سمعكش. جلست ليها تما على قلبها، ما لقاتش كيفاش دير ليا. كتقول لي انا باغا نخرج، كنقول لها شوفي غا بقاي معايا، ما عندك فين تخرجي دابا، لا خرجتي غتخليني توقع ليا شي حاجه، بقاي معايا عافاك. هي ديك بقات جالسه معايا، والراجل مخزون داخل لبيتو مخزون، ما كيتنفش النفس، ما كيتنفش. صافي شويه وانا نتعصب جات لقات معايا العصاب وانا غوت ربي اللي خلقني. قلت ليه ابراهيم خرج، انا عارفك هنا، انا عارفك هنا، خرج خرج دابا ولا غادي نعيط دابا للبوليس. قلت لي خرج دابا ولا غادي نعيط للبوليس. كتقول لي لا معليش الشيطان اش كتقولي، واش تبغي تحطي عليا الباطل، ها هي الدار خاويه ما كاين حتى واحد، ويلي واش انتي مسطيه ولا مالكي مريضه ولا اش كتقولي، خرجي ليا من داري. بغات تخرجني بزاز، خرجي ليا من داري وعيطي للبوليس، سيري خرجي بعدا وعيطي للبوليس. قلت لها ما نخرجش من هنا، انا ما خارجاش من هنا، انا غادي نعيط للبوليس دابا. شديت النمره بغيت نبدا نعيط للبوليس وهي تخطف ليا التليفون. قالت لي ما تعيطي للبوليس لا والو، خلينا نتفاهموا بحال هكا. قالت لي خلينا نتفاهموا، يا تعيط عليه فلان خرج. ايوا يخرج هو يا اختي بحال شي مش قالت لك، عرفتي مع كان مخشي في بلاكو مش عرقان وحالته حاله، وخرج عندي كله كيترعد وكله كيقفقف. قلت ليه ياك راه باش تعرف، قلت ليه النيه وقله النيه راه ما كيتلاقاوش، انا درت فيك النيه وانت غدرتيني ومعامل مع مرا قدها قد امك، مرا كبيره ماشي حتى شي دريه صغيره نقولوا ما عندها عقل، شي دريه اللي اللي غادي نقولوا زعما كان باقا طايشه، مرا بعقلها. تقول لي انا مرا بعقلي، ولكن هذا ما يسحبش لك انا مدخلاه في الحرام، انا ما كندخل حتى واحد في الحرام، هذا راه راجلي ومشى كاتبه انا وياه على سنة الله ورسول. صافي ملي قالت لي هكاك تغسلت في بلاصتي، نقت عليه وبقيت كنغوت وكنبكي وكنغوت وكنبكي وكنغوت وكنبكي حتى طحت تسخفت، ما حسيت براسي حتى حسيت براسي هازيني للسبيطار. مشيت للسبيطار، داني السبيطار بقى واقف عليا، فين ما كنحل عيني كنقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك الغدار، غدرتيني يا الغدار. وهو كيقول لي انا راه درت غير الخير، درت غير الاجر، امراه ارمله درت غير الخير، بغيت نسترها، بغيت ندير الاجر، بغيت ندير هادشي اللي كيقول. هي هذيك صافي عيطت لدارنا. قلت لهم انا عيانه في السبيطار، جاو عندي ولكن هو ملي سمعني دارنا جايين عندي غبر، مشى رجع للدار مبقاش عندي. ملي جاو عندي باش نقول لهم ها شنو وقع ليا وشنو وقع ليا وشنو دار ليا، ما قدرتش بحكم ما عرفتش، حشمت نقول لهم انا هذاك الرجل راه تزوج بشي وحده ولا، حشمت بقيت ساقله. كيقول لي مالكي، كنقول لهم ما عرفتش راني غمرت جاني اعصاب، جاني انا هي اعصابي، طحت وسخفت وجابني وصافي. هي هذيك صافي سالي خرجت من الطبيب وداكشي. قالت لي امي واش شي ديري راكي عيانه، يلا نديك عندي للدار ترتاحي وهذا وعاد جي.
عاد أجي لدارك. قلت ليها واخا، داتني عند أمي، هو كيصحاب كيقول صافي هادي مشات خوات الدار يعني ومشات، خلات الدريات بوحدهم بناتي وداكشي. هي هاديك صافي جا شد البنات قال لهم ها شنو كاين وشنو كاين، عاود لهم كلشي، بناتي بقاو كيتباكاو علاش بابا درتي هكا وعلاش ابي وعلاش هادي درتي هكا. قال لهم لا وانا بغيت ندير اجر وهادي ارمله واجر ديالها كبير عند الله وبغيت ندير فيها خير، وكما شفتوا هي مسكينه عايشه بوحدها هي وليداتها ما كاينش اللي يكون معاها وهادي. المهم عمر لهم راسهم داكشي. إيوا جا عندي للدار باش غادي يجي يديني، قال لي وا شوفي أنتِ ديما كتعاونيني على فعل الخير، وأنتِ ديما كتقولي ليا مزيان دير الخير في الناس اللي محتاجين، وهذا غير خير، و وأنتِ هي كلشي وأنايا ميسور وعندي زعما كاين عندي باش نعيّشكم بجوج ونعيش حتى 3 وأنا عمرني ما درت الحرام وأنا هادي وأنا هي هاذيك صافي. أمي ساقت الخبار، خوتي ساقو الخبار، قالوا لي حرام عليك هادشي اللي درتي ماشي ديالك وحنا كنعرفوك مزيان وحنا كنحشمو منك، يعني ما عمرنا ما توقعنا كدير هادشي. قال لهم أنا ما درت حتى حاجة عيب، أنا درت غير الحلال، أنا ما درت حتى حاجة الحرام. قالوا لي علاش خبيتي عليها، كان في الأول تقول ليها، قول لها فلانة أنا باغي نتزوج بهاد السيدة وخذ الموافقة ديالها وديك الساعة ما نزيدك غير الخير. قال لهم أنا خفت زعما ما تبغيش ليا والناس يتأثروا وخفتها ينوض المشاكل وداك الشي اللي خفت منه هو اللي طحت فيه وداك الشي. هي هاذيك صافي. آآ مشينا صافي، قال لي صافي يلاه رجعي لدارك، ما يخصك حتى خير وما يخصك حتى حاجة، وأنا نعوض لك هاد الشي وهاد الشي كاع المشاكل اللي طحتي فيهم أنا مستعد اللي طلبتي مني واللي أمرتي بيه نديرو لك، باش نفدي هاد الغلط ديالي زعما كاين اللي درت نفديه لك. هي هاذيك مشيت للدار يعني بقاو عليا دارنا سيري، ودابا هادشي هو بنادم كبر، عرفتي كبرتي وهو كبر، ما عندك ما ديري، ما واخا تشوفي تتعياي غادي تسكتي وغادي تجلسي ما عندك ما ديري. هي هاذيك صافي مشيت لداري جلست صافي، ولكن بقيت كنشوف فيه بداك واحدة من داك المواقف اللي خايب بزاف، ما طاح من عينيا لواحد الدرجة لا تتصور، مابقيتش كنهتم ليه، مابقيتش كنتسوق ليه، درتو بحال غير واحد السيد اللي صافي ما بقات بيني وبينو حتى حاجة، بقى بيناتنا غير احترام على قبل دوك البنات وصافي. هي هاذيك صافي مشات هاد الأخرى هبرات مبقاتش كتبان ليا نهائيًا، طلعت عندي ما والو، حتى لواحد النهار غادي يهبط غنسمعو كيغوت، دازت على هاد الشي اللي وقع لينا، دازت شي شهر ونص، شهر ونص باش شرا ليا الدهب أنا، الصراحة شرا ليا الدهب، شرا ليا واخا أنا داك الشي كاع ما كنت مسوقة ليه ما كاع ما زعما كاين ما أنا الغدر ديالو أثّر فيا بزاف، بقيت غير كنحسب عليه الله، كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ما ظلمتو وما قصّرت من حقّه في حتى حاجة ما هادي. هي هاذيك واحد النهار كنسمعو جا كيدق عليا في الصباح، حل كنقول ليه مالك علاش رجعتي ياك لاباس؟ قال لي أجي هبطي فاكرة ما هبطي شوفي معايا السيدة. قلت ليه شكون السيدة؟ قال لي مرتي. قلت ليه مالها؟ قال لي راها مريضة وراها ما عرفتش مالها، شفتها بحال مشلة بحال ما عرفت شنو، شفتها ما كتحرك ما والو. هبطت كنجري للشري لقيت المرا، لقيتها شنقول لكم يعني بحال الشربيطة، كتهز اليد كطيح كتهز سميتو والوجه مسكينة عواج. الصراحة أنا بقات فيا ما نكذبش عليكم، لأن أي واحد في الإنسانية ما كيبغيش يشوف واخا يكون العدو ديالك، وكنقول مع راسي أنا هي ما عليها والو، هي واحد السيدة أرملة عندها وليدات، جاها هو اللي بغا يتزوج بها ماشي هي اللي. لقيتها مسكينة هزها داها للطبيب، نعست في الإنعاش مدة ديال 4 شهور وهي في الإنعاش، كانت مريضة، نعسات كيما قلت لكم جاتها واحد الجلطة وتشلات، تشلات مسكينة بقات بحال. المهم عندها بنتها وولدها، ماشي كبار نقول لكم حتى هما باقيين صغار، يعني ماشي صغار كاع بزاف،
التقادة ديال ولادي، يعني باقيين ما عارفينش بزاف، يعني الكبيرة البنت هي اللي عندها 18 سنة، والدري باقي صغير يلاه عنده 14 عام، يعني ما عارفين والو، ما عرفوا ما يديروا معاها، ما هي هذيك. صافي خرجوها من السبيطار، هادشي خصهم يجلسوها في دارها. عرفتو ملي جيت انايا قلت لي شوف انا في سبيل الله غنبقى نهبط وغنبقى نوكل داكشي عند الله، داكشي قسم الله، وغادي نوكلها وغادي نطلع لداري في سبيل الله. قلت لي ما هو لا على قبلك لا على قبلها، نتوما بجوجكم ما درتوش معايا شي حاجه زوينه، انا غادي نبقى في سبيل الله غادي نهبط. قال لي الله يجازيك بخير. بقيت كنهبط عندها كمسكينه نمكن ليها داكشي اللي قسم الله. بنتها كتهز، بنتها مسكينه تعذبات معاها، هي اللي كتقلب وهي اللي كتبدلها وهي اللي كدير لها كلشي، تبدل لها حوايجها، كتبدل لها ليكوش كلشي. المهم ما بقات هي مسكينه كدير والو، وكتهز ليا يدي كتبغي كنوكلها، تتبقى تزيد فما عندي يديا. ما عرفتش شنو كتبغي تقول ليا، ما عرفتش واش باغا تطلب السماحه، واش بغات تقول لي على واش دعيتي عليا. المهم انا ملي كنحس بها هكا كنقول لها شوفي هادشي راه ما كاتب ديال الله، المرض كيجي من عند الله، عندك تسحابيني انا السبب في شي حاجه، ولا انا دعيت عليك ولا انا دعيت فيك ولا شي حاجه. قلت لك كتبقى دير لي بوجهها مسكينه هكا كانها باغا تطلب مني السماحه ولا باغا تقول شي حاجه. هي هذيك صافي بقيت معاها هكاك، تهليت فيها في سبيل الله. واحد النهار مسكينه غادي تهضر لي اول مره، غادي تهضر على بنتها، تقول لبنتها كلمي ليا فلانه بطريقه ثقيله. ملي هبطت عندها قالت لي سمحي ليا، قالت لي ديك سمحي ليا وهي طرخه وعينيها طرخه، قالت لي سمحي لي بواحد الطريقه، يعني عرفتو ديال المراه مسكينه اللي مريضه، ماشي قالتهاش مسرحه هكا، هي سمحي ليا فحال هكا وهي تقول لي. قلت ليها شوفي انا مسامحاك، انا مسامحاك الدنيا واخره، انا ربي راه هو كيسامح، وكيفاش انا ما نسامحش، انا مسامحاك. صافي مسكينه بقات في فراشها، عيطوا ليا قالوا لي ماتت. بنتها كتبكي كتخبط في جنابها كتغوت كتبكي، كيقولوا لي راه ماتت امي ماتت. بقات فيا واخا هكا كنت انا قلبي حنين، بقاو فيا وليداتها بقاو جالسين لتحت. قال لي غادي نخرجهم، راجلي قال لي خصهم يخرجوا، هما ماشي ولادي، انا كنت مزوج بهم خصني نكري الدار. انا قلت ليه شوف هذوك الولاد خليهم يدو فيهم واحد الاجر، مازال شوف. قلت ليه الولد حنا عندنا البنات ما نقدرش ندخل الولد، راك عارف عندي بنات صغار منه. الولد شوف لا يمشي عند شي حد في عائلة باه ولا يحلو، البنت اللي بغات تبقى عندي مرحبا بها، تبقى مع بناتي مرحبا بها. هي هذيك صافي. بقى راجلي ديما كيقول لي عافاك. كل مره واحد النهار نعس وحلم، واش حلم مرتو اللي ماتت، واش حلم بشي حاجه ناض مفزوع وكيقول لي سمحي لي، عندك تدعي فيا، عندك تبقاي تحس بي لي، الله عافاك، سمحي لي سمحي لي سمحي لي. قلت ليه شوف انا قلت ليه مسامحك، انا مسامحك، غير هاد المره اللي بغيتي قلت لي تزوج جي عندي ولول صارحني، قول لي فلانه انا باغي نتزوج، انا راه ما يمكنش ليا نحرم عليك شرع الله. ايوا صافي وبقات هكاك.